إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لدعم المبدعين الصغار على قناة أحمد الهمداني. ما يشتك الشيخ يشتوني انا، لا ضروري تتنازل عن المشيخة. ما انا ما اتنازل. قالوا ما يشتوك صح لا لا؟ ايه صح. سمع فلان اقلب لك الوجه الثاني. انا مش اتنازل على المشيخة، عادك تطيح فوقي هكذا حسابك عندي، لو ما بقع ما بيطلع. انا شيخ من زمن دريت، يعني ما فيها مش بطايبة تمشي لك بالقوة شيخ. ما نسكت نازل على المشيخة، عادك شيء تقوم تموت ايدك ببيتي، والله ما بين ينظر من بيتي. عدم تربية ولادك السلطان. لا 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 طلعوا بيضرب الشيخ وانا شيخة وانا اروي لك كيفي يبطل. هذه كلامتي الى بس بيتي، والله ما بلت لك كثير من الصندال. معايا شيخ سلطان انت ليه جنبي هو يطلع طالع وانا ارجع اقتله. يلا لكن اهبل انت اخرج الرعي خارج الحوش وانا اطلع له طالع. حرام ما فلت، حرام لا اقتله. نجي المنافق بالرجع بنولد ها؟ ما نرجع نقوله. أنا الفجأة جيتنا ياو فجأة قول لي جالي ما تطفش ما ابوك طالع انت عقدتك يا شيخ ناصر. لا لا كنت على دي فوق الجنبية فوق راسه. بعدين نزلت الدرج تنبو دبات دعسكي وهو سبيع ولقى كده فوق راسه. قاهم يقتل لقاه كان نهايته، بس هرب ساعتين قبل ما يقدر. العايش معك المرافق انشقوا فيه اخبيني كنت مقفى دعي ما يخارجنا لا سلطان ينقلوا للعندون معين مو يعمل مو يسمع مو يشرو فيه يقوم فيه معين. يولن عام سلطان معامل من شوف قضية الشيخ ناصر. يلا هي انا بنات عاجل خلك عاجل هذا عقلك لعب خليك. موبا همو تشتاق دار يا ابني لا انتقاكم مليان اليوم، وكان جارك اللي نازل صاحبك يعني قال لي
ولا عين امك قالوا اني مريضة ولا تعفي ولا كتعبكي صاحبك قال من القتل يا قالنا جدتك مريضة وبعدها تتعامل انه انت ما تنشر نحن تعبنا يا قوم العب قوم العب يلا كذا العب يا انطام جيت ما معك قبل طلبوا مني علاج بالمستشفى الأطفال وأنا من الليل أولي أدبره قبل ما تموت أمي بعدها أدبره 50,000 وأنا أرجع أقضيهم فأنا أشكر مسؤولي أولي لعند سعيد الضالي يسلفني 50,000 فوق الأولى وأنا أرجع أقضوه كله مو نعمل الدنيا جوع لا عمل ولا شغل ولا حاجة الأم لا ماتاه ما بش بدله والقياس مو بدله لا حول ولا قوة إلا بالله مو نعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا لعن يا ملعونة لا عقبك وانا اقول له هذا نعم اقول له الجسم موجب هذا كثير ملك جاع كيف انك تجوع ما تقدر عدول عندك لم الله يجب يو عندك لعب يا غلام ادخل الله على مدعو على ما تشوف له انا اقول له الله يديك تسرع ايوه الله ايدين كسر كيدي كلهم بسببك وقال لي دور يسعى جدته ولا انا خسر في ايدي معالج جدته قالكم تدبرك 50,000 على جدته وان انا كسر كيدي ذي طيحكي كل الايدين عصبكي مالي وانت هذا تضربني خبر اضربك لما بصعد حتى تتلقى يا عرقل دعنا للسلام ب 50,000 ثانية لجدتك حاجة كله من شبه والله ما لقري لا يقدر تاني انا بعمل له اشتيقه يا سعيد الظالم وسعيد الظالم ها مو تشتاه نزول اشتي خبرك موضوع يلا كنا نازل له يلا سريع رجع النمشين وتشتاه سلامت مو بين ايدك إلا لو كان لاحق الولد الشوف ضربه ضبح بين ولا هو الحقه ويوصل عرض البلس ولا ما تقيل مرة تعطيه ما ولا والله ما انا اشتيها ادراك ومستحيل وامي مريضة اشتي منها 50,000 اولي عالجه وحسب كيف اقل ولا انا ارجع ادي لك 200,000 وابس حق الاهلي هذه 50,000 عاد انا انكم ولا اشتري بمقاضي بس خلاص بس انا اطلع ادي 50,000 بدري يلا والله ان الرجال معه بياس لكن صورته ما تطمن يا جن اللي معي يرجع يشير الدليل علي ارجع اقول عدين لا غلط ما عدين هو يبقى بثمان مرات كلها كان فيه يا انت توحج عافية على جمعين يلا عاد هم يصيرونك عاد فجأة يصيرونك انا ولا سهل
ما يقتلني انا اقتله انا. انت المرافق وهنس اليوم انا اروي لك. يوم واحد ما عندك يوم واحد ما يشتوش هلو، لكن بعانى انا اقول لك مش ابو عندي ما نشبشن حتى اصحاب القريه رجعوا ضدي. ما ابغى الا سعيد الظالم انا يصحى. الحين لو اللي عند سعيد الظالم اتخابر رايه مع باقي الا هو يبقى معي ولا مع باقي شحات. يا سعيد الظالم يا سعيد الظالم يا سعيد الظالم يا سعيد الظالم. الله بينك من بقول لك ايه؟ كل شحت ماكيني وليك ايه بوليك ايه. خلاص انا يا بنت الى القناه. يلا يا سعيد الظالم انزل يفرموا كلها. يلا لا ما ابغى انت من الجيل ليش تكون هو خبيث قربان. مجتة ما تتخن ولا اللي يعرفه. اقول لك يوقف معي هذه الدفرة بس وانا اقول لك ما يبقاش معك ولا شيء. وقف معي هذه الدفرة لان اصحاب القرية رجعوا كلهم ضدي. ما يبقاش معك ولا حاجة. وقف معي والجبل اللي انا يخلصي. الجبل اللي انا يخلصي مجتة وانا فعلك واترك مجتة. هو كانت لما كنا تصلح تجيني عندك. والثاني لا تدالي مليون لما تتعصب علينا قتلنه. والثالث تزيد تجارك مرافق بعده. يلا نطلع الخبر الله. لما نتجامل معاه انك يا بالخبر حقك كذا الدبر الاول كنت ضده ولا ما ذكرت معاه. كيف هذا الخبر معاه؟ كيف تستهنزل عن المشيخة وشيخ من زمان؟ ما لنا شيخ من زمان الكبالة ما خلت الله. خلاص ادري ما الكبالة. يلا مش ظالم الا انتم التجارين كيف انا اتعاملك معاه. قلتوا لي انتوا اقتلوه الحين قلت معه خلاص فلين عدو لما وانت هتخلص صويح فوقه. خلاصين للمهاجر انت قتلوا معه. بليت خبر مش هادر عادة ما قتل. هذا الخبر عنده شغل سلطة ما انت سلطة في الدنيا. ما هذا للمهاجر مالك يا جهاتنا. كيف تدافع معه وقاعد كيف تدافع معه وقاعد والله ما يصلح الشيخ. لا هو حق القرية. مرة الشيخ سلطان. ايه لا عفكة شيخ ناصر. وجيب لك انت توقف مع الشيخ ناصر. لا عندها الشيخ سلطان انت توقف ضدنا. حرام ما يصلح الا الشيخ ناصر شيخ. اما السلطان بن محمد علي ما يصلح. وما يصلح الا الشيخ ناصر ما السلطان ما يصلح. ما بس كلام سجالة عندك الشيخ سلطان. انت وجهه وقتل وتقول لنا تقول لهم نحن وننزل الشيخ ناصر على الانتقال تنافق مع الشيخ سلطان ولا ما نتخلف لما قدمها ولا قابقتها؟ ما قابقتنيش ولا حاجة. أنا ما وقف إلا مع الشيخ ناصر. ما صرت بن محمد علي موقف. يا كنت اللي براسكم عملكم. إيه تمام يا عم الشيخ سلطان. احنا براسنا ان انت توقف مع الشيخ سلطان. هذا اللي براسنا. والسالفة جاب عني أنا أقول لك حق مصمود إيدك. لا تمام احنا نعين. انا اقول ما يوقف مع الشيخ ناصر لقتل الوفيات لقتل ارضيا من الشباب. هي نقول لقابل الشيخ سلطان.
ناصر كلهم رجعوا ضدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سلطان كيف الدنيا؟ والله الحمد لله، اللهم له الحمد والشكر. وانت كيف الدنيا عندك؟ الحمد لله. يا ما فجأة قتلك الشيخ ناصر. ما كان جنبي ابو قراسه وترسل جنب الدرج وشفه ترى قدين أتيني وانا رجوع كان ترجع ساعتين. الله اتكلم والله انه كان يوم الا انتم ما حد كان عليكم. دحين كيف نعمل يا سلطان؟ سعيد الظالم خوف ضدنا وهو مع الشيخ ناصر. الدبر الاول كان واقف معانا ودحين خوف ضدنا. انما انا مصدق كيف اتكلم ولا نحن نقول عند الشيخ ناصر نشتي نقتله لما ذكر معه. ابجا سلطان جلسنا احنا يوم خاب معنا وطيحنا قل معي وقف له مع الشيخ ناصر. ما تبغى تصلح شيخ قول شيخ انا من زمن وعن صلح تنزلوا عن المشيخة. لكن بعيني يا سعيد الظالم حسابه عندي وانا اقول له كيفي. ما بالايام قوة حذر يبقى حذر مننا معنا نقتلوه. ما بلا تبقى اصحاب تبقى شيوخ سنين بالقرية تكون كلمة قوم واحدة. يا سلطان بكرة يبقى شيخ لحاله معانا بقى جد ما يخص مع الله. احنا بنعين اذا رضيت الاتفاق حقنا رضي، ما رضي نعين كيف نفعل. نولي نعين الاتفاق هذا رضي ولا احنا نعين كيف نعمله. لما رضى كيف هذا الحق فاقول اخرج بعد العشاء من صلاة بعد العشاء من الصلاة وان تقتلوها فجأة. تمام بجد يا سلطان. خلاص ان شاء الله بكره نولي نعين له يرضي هذا الاتفاق ولا نعين كيف نعمله قبل الخبر معاه. تمام يا شيخ. شيخ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتعمل مبدعين الصغار على قناة أحمد الهمداني.